بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. أيها الأحبة، ما إن يطل رمضان وتشرق بسماته إلا ويطل معه الفقراء بالآلاف، وتنهمر احتياجاتهم، وتبرز رحمات الموسرين بالجود والعطاءات. يجوع الفقراء فيحس بهم الأغنياء، فيتراحم الخلق وتتراجع صفات الشره والأثرة والأنانية إلى حد لا بأس به. عجوز ذو عيال، وشباب عطلة، وعمال برواتب متدنية، وأرملة لها صغار ولا عائل، وأيتام هنا وهناك. إن موسم رمضان اختبار حقيقي للعدالة الاجتماعية ونسبة التواصل بين المجتمع الواحد. رحمات مسبلة، وقلوب حانية، ونفوس منكسرة، ومشاهد تبعث على الحزن والشفقة، لأن رمضان شهر الجوع والصبر والاحتمال، جعله الله ابتلاء لتحمل الشهوات. فمن ذا الذي لا يندمج مع تلك الأجواء الرحيمة والأفنان المتعاطفة؟ يذهب الصوم كبرياء النفس وطغيانها، ويلينها القرآن، ويرققها الذكر، ويقربها الصدقة، ويشرحها الإحسان. والمقصد أن الجياع يظهرون ويتكاثرون في رمضان، والواجب الاهتمام بهم ودعمهم وتجفيف دموعهم والحثو عليهم، فمن لا يرحم لا يرحم. أيها الأحبة الأكارم، ما أحوجنا إلى هذه المعاني السامية، وما أشد افتقارنا إلى التخلق بالرحمة وهذه القيم العظيمة التي تضمد جراح المنكوبين، وتدخل السرور على المحزونين، وتعين المشردين والنازحين، في زمن لا يسمع فيه لصرخات الأطفال، ولا لأنين الثكالى، ولا لحنين الشيوخ، ولا لكلمة الضعفاء. فأين نحن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم، أو يكشف به عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. اللهم اجعلنا رحماء فيما بيننا، والحمد لله رب العالمين.